خطاب الرئيس امبارح؟ الحقيقه انا بقالي فتره طويله جدا بطلت اتفرج على خطابات الدكتور مرسي لانها غير مفيده، بس انا الحقيقه امبارح كنت انتوي ان انا اتفرج على الخطاب بامانه شديده، وشغلته وقعدت قدام الخطاب، بس اكتشفت ان انا بعد 10 دقائق او ربع ساعه يعني كنت اغط في نوم عميق، صحيت منه بعد نهايه الخطاب، وانا بكده اكتشفت ان ربنا بيحبني. وقعدت بعد كده اسمع تعليق حمدين الصباحي على الخطاب مع يوسف فوده، ومش عارف ليه ما كبست عليا النوم لحد الساعه 3 الصبح. تمام. امال حضرتك في 30/6 ممكن يحصل؟ يعني ال 30/6 هو اكيد نقطه بدايه وليس نقطه نهايه كما يظن بعض الناس، بس انا مبسوط لان ده شباب مصر بجد اللي هو طلعوا حركه تمرد، هو اللي بيقود هذه الحركه، وهي حركه رفض في المقام الاول. وانا مبسوط باللي سمعته امبارح من شباب تمرد لما بيقولوا ان هم اتفاجئوا بعدد المصريين اللي رايحين لهم، وان ده بيدل على ان ده مش صوت تمرد ولكنه صوت الشعب المصري. انا باصص للموضوع من هذا المنظور، ان حتى الناس اللي كانت مع الرئيس محمد مرسي في البدايه، وانا ما اعتقدش ان كان في حد يتمنى ان رئيسه يفشل حتى لو ما كانش من التيار السياسي، ولكن هم قدروا في فتره قصيره جدا ان هم يخسروا كل رصيدهم بالبنزين، بالزيت، بالكهرباء، بالميه، يعني باي حاجه تقدر تتكلم عليها. فعشان كده دي حركه رفض شعبي، انا ما اظنش انها هتنتهي دون تغيير حقيقي ان شاء الله. تمام. كلمه اخيره للرئيس مرسي قبل 30 يونيو بايام بسيطه. مفيش هقول له ان انت كان قدامك فرصه عمرك، ان انت رئيس مدني منتخب بجد، وكان قدامك فرصه عمرك ان انت تجمع كل التيارات السياسيه حواليك، وتجمع الشباب، وتجمع كل الناس، وتعمل حكومه ائتلافيه، وتعمل وطن ديمقراطي بحق حقيقي. ولكن للاسف الشديد انت افسدت هذه الفرصه افسادا حقيقيا، ووصلت بيها لمصر اسوأ مما كانت قبل ثوره 25 يناير.